تعالي نعمل مع بعض النهارده طريقه جديده للكوسه بطريقه سهله وبسيطه جدا وهتشرفك جدا وهتعتمديها. ولو ما بتحبيش الكوسه اوعدك ان انت هتحبيها بعد الفيديو ده. انا جبت 2 كيلو من الكوسه. الكوسه ما تكونش رفيعه قوي ولا تخينه قوي يعني كوسه وسط كده. غسلتهم وقورتهم. وجبت نص كيلو من الرز حمرته كده في شويه زيت او سمنه زي ما تحبي. انا عايزه الرز ده يكون متحمر زي ما تكوني هتعملي رز حبه وحبه. ايوه هو ده اللي انا عايزاه. انزل عليهم بشفشق طماطم بقى كده ضرباه في الخلاط. مكعب مرقه دجاج وملح وفلفل وشويه ملح صغيرين. واسيبها لحد ما تستوي 3/4 تسويه. تمام كده. بعد ما تستوي معانا 3/4 تسويه هكون دقه كده حوالي نص راس توم. هنزل بيها والخضره بتاعتي اللي انتي بتفضليها واقلبهم كويس جدا مع بعض وابدا ان انا احشي الكوسه. واملي الكوسه على الاخر لان خلاص الرز مش هيزيد تاني فمش هتطلع من الكوسه من قدام ولا حاجه. تمام. مش زي المحشي العادي بتسيبي ايه حته فاضيه عشان الكوسه الرز لما يتملي ما يطلعش بره المحشي. هجيب بقى صينيه كده